السلام عليكم. صلى على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. في حاجة أو بمعنى آخر مجموعة حاجات هي مش حاجات تقنية، لأ، ممكن نقول إنها حاجات فيك أنت. إيه فيك أنت دي؟ أقصد حاجات خاصة بالمطور نفسه. اللي إحنا جايين نتكلم عنه هي مجموعة من ال principles، مجموعة من المبادئ اللي لازم تحطها في بالك وأنت بتتعامل مع ال OOP في بايثون. النهاردة ممكن ما نتعلمش كود جديد او يعني حاجات جديده قوي، فاهم قصدي؟ كل الشغل هيكون في الدماغ هنا مش في الكود، فاهمني؟ طيب ايه هي المبادئ دي وليه اصلا احنا عاملين حلقة كاملة علشانها؟ شوف عزيزي المشاهد، انت حاليا بتدرس حاجة مش ليفل قليل في اللغة بصراحة، فما ينفعش احنا نكون واصلين لمرحلة ال OOP واحنا بنرتكب بعض الغلطات اللي تقنيا هي مش غلطات ولكن عمليا هي ممكن تسبب مشاكل مش ظريفة. فعلشان كده لازم نتعلم ازاي نتجنب ان احنا نقع في المشاكل العملية دي، علشان بعدين مع تقدمنا في الكود او البروجكت بتاعنا ما نواجهش مشاكل تقنية بسببها تضيع علينا وقت ومجهود ونرجع نعدل، فاهم قصدي؟ طيب solid principles. solid هي عبارة عن 5 كلمات أخدنا من كل كلمة أول حرف. طبعا كل حرف بتمثل مبدأ من ال5 مبادئ اللي لازم إحنا نتبعها في البرمجة الكائنية. خلينا نبدأ بقى نتعرف على كل مبدأ من دول، إيه فايدته وإيه المشكلة اللي بتظهر من غير ما نستخدم المبدأ ده، وإزاي برضه نكتبه في الكود بتاعنا. أول مبدأ أو يعني أول حرف هنا الاس، وده اختصار لكلمة Single Responsibility Principle. بكل بساطة كل كلاس ليه وظائف محددة ما بيطلعش براها. يعني مثلا حضرتك لو فاتح مطعم، المطعم ده فيه ناس بتشتغل فيه، ما هو أكيد مش أنت اللي هتروح تأكل الناس دي، فاهمني؟ الفكرة بقى إنه الشيف اللي بيطبخ لك ما ينفعش يروح هو يحاسب الزباين على الكاشير، والعكس صحيح، ما ينفعش الكاشير اللي بيروح يحاسب الزباين هو اللي يروح يطبخ، والكاشير ما ينفعش هو اللي يروح يقدم الأكل للناس، لأن في حد تاني مختص بكده، الويتر. فهي دي الفكرة، هو ده المبدأ. الكلاس بتاعك بيعمل وظيفة محددة ما ينفعش يطلع براها. لو عندك بروجكت عبارة عن تنظيم رحلات، ما ينفعش الكلاس اللي شايل بيانات الرحلة هو اللي يتحقق من جوازات السفر بتاعة المسافرين. لازم يكون في كلاس خاص ببيانات الرحلة وتنظيم البيانات، وكلاس خاص بإنه يتشك هل المسافر ده لا الرحلة دي ولا لا. يعني مثلا عندك الكلاس اللي انت شايفه حاليا هو كلاس اسمه يوزر. تعالى مثلا نتخيل ان انت بتعمل خدمة معينة وعندك يوزرز، فانت بتعمل لكل واحد كائن خاص بيه، يعني بتعمل كلاس لليوزرز وبتعمل كائنات خاصه باليوزرز. ما ينفعش الكلاس بتاع اليوزر هو اللي يعمل سيف للداتابيز. يعني لو انت مثلا عمل ابديت على الاكونت بتاعه، ما ينفعش اللي يروح يعمل سيف في الداتابيز هو الكلاس بتاع اليوزر، لازم يكون في كلاس تاني هو المختص بحاجه زي كده، وهو اللي يكون بينظم حاجه زي كده. ما ينفعش هو اللي يحفظ في الداتابيز او قاعده البيانات بتاعه المنصه بتاعتك او الموقع او الابلكيشن ايا يكن. الكلاس مسؤول عن البيانات وعن الداتابيز وعن الايميل، فحاجه زي كده طبعا مش صح. تقنيا صح ممكن يشتغل، ولكن كسيستم مانجمنت ده غلط. الافضل هو انك تفصل عمليه اللي هي بتاعت سيف داتابيز دي في كلاس لوحديها، او اصلا تخلي كلاس خاص ان هو يشيل البيانات بس، يعني يعمل الانت ويشيل المتغيرات فقط، واحد تاني يعمل سيف في الداتابيز، وواحد تالت يعمل سند للايميل بالشكل اللي انت شايفه حاليا. عندنا كلاس اسمه يوزر بيشيل جواه البيانات بتاعت اليوزر، كلاس تاني اسمه يوزر ريبوزيتوري ده بيسيف في الداتابيز، عندك كلاس تالت اسمه ايميل سيرفيس دي بتعمل سند للايميل. فهو ده المبدأ، لازم تخلي كلاسات معينة لشغل معين، كل كلاس ليه ريسبونسبيلتي خاصة بيه. ما تعكش وتخلي الدنيا كلها في كلاس واحد، علشان بعدين لما تيجي تعمل صيانة للكود زي ما قلنا او تطوير او حتى علشان تفهم بس هو بيعمل ايه، يعني دماغك تلبس في 10 حيطان. فيستحسن انك تتبع المبدأ ده. الفيديو خفيف مفهوش بقى شرح تقني، فتمام يعني. اوكي، المبدأ التاني open closed principle. طيب يعني ايه بقى الكلام ده؟ بكل بساطة المبدأ ده بيقول الكلاس مفتوح للإضافة، مغلق
للتعديل. يعني ايه برضو الكلام؟ يعني يا عزيزي المشاهد، لو عندك كلاس بيعمل مثلا ديسكاونت وانت عايز تعمل ديسكاونت تاني، بس العملاء مخصصين مثلا يعني مثلا في ناس مشتركين عندك VIP مثلا، فعايز تعمل لهم خصم على منتج معين، خصم اكبر من اللي اخذ المستخدمين العاديين. يعني ممكن تجيب اوفرز زياده للVIP او المشتركين في الVIP. فالمبدأ بيقول لك في الحاله دي حاول بقدر الامكان تضيف ما تعدلش. ازاي بقى؟ انه مثلا بدل ما تعمل كلاس وتفضل تعدل فيه او تعمل اكتر من كلاس مفصولين عن بعض، انت ممكن تعمل كلاس اسمه ديسكاونت، زي ما قلنا بنطبق بيه المبدأ الأولاني اللي هو بنعمل كلاس خاص بعملية معينة وتعمل كذا نوع يورثوا من الديسكاونت ده. يعني ممكن تعمل اليوزرز العاديين وكمان الVIPs يورثوا من الديسكاونت، وفي كل ديسكاونت تيجي بكل بساطة تيجي تخصص انت عايز مثلا تاخد انهي ديسكاونت فيهم، اللي طبعا هيكونوا جوه كلاس الفاذر اللي هو الديسكاونت. يعني مثلا لما يكون عندك بالشكل ده كده كلاس الديسكاونت، بدل ما هو بيعمل حاجة زي كده ممكن تخلي كلاس خاص بالديسكاونت ذات نفسه وتعمل abstract method للكالكوليت بتاعت الديسكاونت، وبتعمل في النورمال ديسكاونت والVIP ديسكاونت خاص بيهم، كل واحدة ليها ديسكاونت منفصل عن التانية. فبدل ما تقعد تعدل في الكلاس الأساسي، ضيف في الكود بتاعك ولكن ما تعدلش كتير. يعني ما تقعدش تعدل في الخصائص، لا ضيف حاجات جديدة. الحرف الثالث L، و L ده اختصار لكلمة Liskov Substitution Principle. طيب المبدأ ده بقى بيقول ايه؟ حضرتك لما تعمل كلاس أو كلاس ابن، لازم الكلاس الابن يقدر يحل محل الكلاس الأب في سلوكه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انت عندك كلاس أب اسمه بيرد، وخدنا المثال ده قبل كده ان احنا بنعمل حيوانات او كده يعني. فمثلا احنا بنعمل كلاس اسمه بيرد، البيرد عنده وظيفة طيران صح؟ يعني الطائر فبيطير. الفكرة هنا ان انت لو جيت تعمل حاجة زي بينجوين اللي هو بطريق، البطريق ما بيطيرش. مش بس البطريق، في طيور كتيرة ما بتطيرش مصنفة من ضمن الطيور اللي ما بتطيرش. في الدالة بتاعت فلاي في exception، penguins can't fly. فلازم سلوك الابن او الكلاس اللي هيورث لازم ينفع ان هو يحل محل الاب فعلا في سلوكه. فحل حاجه زي كده انك تفصل البيرد، طيور تقدر ان هي تطير وطيور مثلا ما تعرفش ان هي تطير. فعليا انت مش بس بتعمل المبدا ده، انت بتطبق كمان معاه مبادئ قبل كده اللي احنا قلناها، انك بدل ما تروح تعدل في الكلاس الاساسي، لا ممكن تعمل كلاس تاني مختص بحاجه زي كده، وفي نفس الوقت بتخليه مناسب لنوع معين من الطيور، والنوع التاني من الطيور ممكن ياخد حاجة تانية. فانت زي ما انت شايف مثلا عندك السبيرو اللي هو بالمناسبة نوع من عامل زي العصافير كده، ده بيطير، فهياخد من كلاس الفلاينج بيرد اللي هو فيه دلة الفلاي. لكن في البيرد مثلا ما فيهوش فلاي، فيه ميك ساوند، فبياخدوا البنجوين كفاذر يعني حاجة يورث منها. فلازم تاخد بالك ان الكلاس اللي هيورث لازم يكون مشابه في السلوك للأب بتاعه. كده انت اتبعت المبادئ كلها مظبوط. مبدأ اللي بعد كده وهو I، او يعني اللي هو Interface Segregation Principle. المبدأ ده مشابه قوي للمبدأ اللي فات، ولكن ميال اكتر لحتة التصميم. يعني في المبدأ اللي فات كنا بنقول انه الابن ممكن يحل محل الاب في سلوكه، يعني سلوك الابن يكون مشابه بدرجة ما لسلوك الاب. يعني مثال بسيط، احنا عندنا كلاس للطبعات، كلاس printer، وفي abstract method اللي هي print. اوكي، وفي برضه abstract method تانية وهي scan، لان احنا عارفين ان الطبعات بتعمل print وبتعمل scan. الفكرة انه لو انا عندي مثلا طبعة من ضمن الطبعات ما فيهاش ميزة السكان، يعني خلينا نقول مثلا هي طبعة قديمة، الافضل هنا هو ان احنا نخلي كلاس لكل وظيفة. نخلي كلاس خاص بعملية الطباعة وكلاس تاني خاص بعملية السكان، ولما نعمل كلاسات الطبعات نورث اللي احنا عايزينه للكلاسات دي. يعني في الطبعات الحديثة ممكن نورث الاثنين، فبيكون عندك الطبعات بالشكل ده كده printable scannable. في الطبعات الحديثة ممكن نورث الاثنين، ولكن في الطبعات القديمة دي هنورث بس عملية الطباعة. يعني نقدر نقول ان المبدأ ده مكمل نوعا ما للمبدأ اللي فات، وتقريبا الإخلال بالمبدأ ده هيخل بالمبدأ اللي فات برضو، فيعتبر هما الاثنين مكملين ببعض. طيب آخر مبدأ وهو dependency inversion principle اللي هو أنا حرف دي، أوكي، عكس الاعتمادية. ببساطة شديدة ما تربطش الأجزاء المهمة الكبيرة
بالأجزاء التفصيلية الصغيرة، يعني بشكل مباشر، فاهمني؟ خلي ما بينهم وسيط أو قاعدة مشتركة. وده بالمناسبة المبدأ ده أنا كنت شغال على مشاريع من فترة، وأقدر أقول لك إن أنا ما كنتش بعمل الحاجة زي كده، ولكن لما عرفت مبدأ زي كده وبدأت تتبعه صدقني الموضوع فرق بشكل مش طبيعي. مثلا أنت عندك كلاس بيعمل عملية دفع بباي بال للعميل خاص بإتمام طلب معين للعميل، ده كده هو المهمة الكبيرة الأساسية، بيكون اسمها منطق العمل اللي هو بيزنس لوجيك. وعندنا كلاس تاني بيعالج عملية الدفع بالباي بال مثلا، دي تفصيلة تقنية بحتة منخفضة في المستوى جدا. ما ينفعش نربط الوظيفة الكبيرة عالية المستوى بالتفصيلة التقنية دي بشكل مباشر، لأن تخيل معايا لو بعد 6 شهور مثلا قررنا نضيف طريقة دفع جديدة، ساعتها هتضطر نعدل جوه كلاس الوظيفة الأساسية، وده مش هينفع لأن احنا مع الوقت ممكن نضيف كمان طريقة دفع زيادة، فنفضل نعدل في الوظيفة الأساسية اللي هي تأكيد الطلب. وده طبعا هو انتهاك للمبدأ الثاني open closed principle، عمالين بنعدل في الكود. فالحل هنا علشان نخلي الكود أقل في التعقيد بتاعه هنتبع حاجة اسمها عكس الاعتمادية. فبيكون عندك payment method، دي كده اللي هي الوسيط ما بين الأوردر سيرفيس وطرق الدفع. باي بال بيمنت والفيزا بيمنت اللي هي طرق الدفع بتورث من الكاس الكبير عادي جدا، بتعمل جواها العمليات ايا يكن هي مثلا في الفانكشن بتاعت باي بتعمل التفاصيل التقنيه الصغيره البحته منخفضه المستوى. وممكن في الكلاس بتاع الاوردر سيرفيس تجيب البيمنت ميثود عادي جدا. طبعا انت ممكن يعني تعمل الحركه دي، او ممكن هنا تعمل يعني اوبجكت عادي جدا. فاهم الفكره؟ يعني بدل ما تعمل الموضوع ده ممكن تشيل دي خالص وتيجي وانت مثلا بتعدل الكلاس تعمل اوبجكت خاص بالبيمنت ميثود جوه السيرفيس. فلما بتيجي تستخدم حاجه زي كده بتعمل عادي اوبجكت لطريقه الدفع ايا يكن هي ايه مثلا في العمليات بتاعتك، والاوردر بتجيب الاوردر سيرفيس اللي هو ده وتدي الفيزا بيمنت اللي هي دي للكلاس في المكان ده. طبعا هتقول لي ازاي وفي هنا بيمنت ميثود؟ انت لو خدت بالك هم دول وارثين من البيمنت ميثود، فعادي ممكن نحط مكانها حاجه من اللي هي وارثه من البيمنت ميثود عادي، وتعمل يا باشا الاوردر دوت تشيك اوت اللي هي الوظيفه دي بكل بساطه بتعمل عمليه الدفع، تضيف وسيله جنب باي بال والفيزا وتخليها برضو تورث من البيمنت ميثود، وتعمل طبعا جواها وظيفة الباي بشكل اعتيادي، ووقت ما تحتاجها بتديها للاوردر بشكل طبيعي. بدل ما وظيفة عالية المستوى تعتمد بشكل مباشر على التفصيلة الصغيرة، هنعمل عقد او واجهة بالتجريد خاصة بعملية الدفع زي ما احنا قلنا من شوية اللي هي باي بال وفيزا، ويكون كل بروسيس او كل وسيلة دفع متصلة بالعقد دي في الوظيفة الأساسية اللي هي الكبيرة. لكن أنا بعدين لو حبيت أضيف وسيلة دفع زيادة مجرد إني هضيفها وأخليها تربط بالعقد دي بكل بساطة، ومش هنأثر على الوظيفة الأساسية اللي هي إتمام الطلب. إتمام الطلب هيحصل بشكل اعتيادي. فبس كل اللي أنت محتاجه بس هو إنك تمارس المهارات دي. أيوة هي مهارات أكتر من إنها حاجة نظرية، حاول تمارسها وبس. سلام.